يا مساء الخيرات على كل الناس اللي بتسمعنا وحلقة جديدة من يوترن. هكون معاكم ندى الشربيني بإذن الله. عايزة أتكلم النهاردة في موضوع حب الخير للغير. أول مرة أقول لكم على الموضوع كده من أولها فحرقته تقريبا، بس هو الموضوع جميل ويستاهل إن احنا نبقى عارفينه من أولها، عشان أكيد انتوا متوقعين أنا هتكلم وأقول ايه. المعنى ده معنى سامي جدا، معنى محترم قوي ومعنى راقي جدا لدرجة انه مش كل الناس بتقدر عليه، واللي بيقدر عليه ده حد شاطر قوي وسوي نفسيا جدا، والاسوياء نفسيا برضو يعني دول كده حاجة زي الجواهر. يعني اللي اتربى على ده من وهو صغير هيعرف يعمله. المبادئ الإنسانية الأساسية أو الإنسان في الأصل بيحب الخير لغيره يعني. فأنا دايما شايفة أن الإنسان في الأصل عنده كل المعاني الحلوة مش الوحشة. هتلاقوني دايما بقول لكم لو بتكلم عن معنى إيجابي عندنا وعايزين نمتثل بيه أو نتكلم عنه ونزوده في الحياة الواقعية، هتلاقوني دايما بقول لكم أن الإنسان في أصله طيب، الإنسان مثلا في أصله كويس وهكذا. لأن أنا قلت لكم قبل كده أن الإنسان من أصل كلمة الإنسانية. لما تحب الخير لغيرك، هو أولا أنت بتاخد ثواب إنك بتزرع جواه فرحة، بتزود فرحته، وفي نفس الوقت الخير ده هيجيلك تاني. لما تلاقي حد ناجح في الشغل معاك مثلا، سقف له، قول له برافو، انت شاطر، انت ازاي عرفت تعمل كده، حتى لو الحاجة دي صغيرة من وجهة نظرك انت. بلاش نشوف يا جماعة التعالي الوظيفي. يعني مثلا انا تيم ليدر في حاجة، فشفت حد من التيم بتاعي عمل حاجة حلوة، ميها تمام، حلوة ماشي، يعني انت يا عم عملت ايه يعني؟ لو تشوف انا بعمل ايه. لا، اوعى تعمل كده، متعملش المثل ده خالص. كنت فين وهو فين، هو عمل حاجة شجعه وسقف له عليها، لان اللي بيعمل من يعني منظوره هو ونطاق شغله ومقدوره في تأديته لعمله ده. فانا انا سكرتير او انا تيم ليدر او انا يعني ايا كان بقى، يعني التايتل ايه، ما تحسسش اللي عمل حاجه ان هو عاملها يعني انت يا عم انت هتيجي ايه يعني جنب اللي انا بعمله. لا، حب له الخير، سقف له وقول له برافو شاطر. انا متعوده في شغلي لما بلاقي حد على فكره عمل حاجه والحاجه دي بجد حلوه، يعني انا بشوف ان اي حد بيعمل حاجه بجد حلوه وبينجزها انت شاطر جدا واشطر مني كمان. يعني انا دايما بقول كده للناس وده الصح، لان بيعمل حاجه دايما حسسه ان هو يعني لا بالعكس، ده انت يا عم اشطر مني، ده انت جامد جدا. قول له كده، جبران الخاطر مهم قوي، بالذات ان انت ممكن كمان تستفيد منه. فمفيش حته اللي هو انا عندي خبره عنه وهو لسه جديد مثلا او لسه صغير فانا ما ساعدوش او ما اقولوش. احنا كلنا بنتعلم من بعض في الحياه قبل الشغل. فتعودت ان انا لما حد من زمايلي يعمل حاجه حلوه، انا ممكن اروح اجيب لزميلتي دي حاجه حلوه جدا في الراحه كمان، برافو عليكي، انت ازاي عملتي كده، انت مش عارف ايه. في ناس هتقولك يا عم ده اوفر قوي، لا، شجع والله الناس، شجع الناس، لانك في يوم من الايام هيبقى انت محتاج لحد يسقف لك. مش هقولك ان انت بتعتمد في يومك وفي حياتك على الناس اللي بتسقف لك والناس اللي تقولك انت حلو والناس اللي تقولك كلام معسول، لا، احنا هنا ممكن ندخل في حته اللي ايه، ان ده فيك قوي في تصرفاته معاك يعني. لا، انا مش عايزه دي، انا بتكلم عن المعنى الانساني الوسطي، اللي هو حد ما كانش عارف يعمل حاجه وتعلمها وعرف يعملها كمان في وقت صغير او عافر مع نفسه، يستاهل ان انت بجد تعمل علشانه حاجه حلوه. لو انت في ايدك ده، لو مش في ايدك ده، على الاقل شجعه بالكلام، قول له برافو، انا مبسوط بيك، انا فخور بيك والله، ده انا يا عم هتعلم منك بعد كده. اعمل كده. محدش ياخد رزق حد، انت رزقك متشال ليك ورزقه متشال ليك. والله لو انتوا الاتنين عايزين نفس البوزيشن، انتوا الاتنين في سن واحد، انتوا الاتنين بدأتوا شغل سوا، وانتوا الاتنين بصوا متساويين في كل حاجة، الا ان رزقك ورزقه مكتوب. حياتنا مش زي بعض، كل واحد فينا ليه سيناريو مختلف حسب ظروفه وحسب طبيعة تفكيره وحسب التربية والاخلاق وحاجات كتير قوي بتتجمع مع بعض كده بتخلق حاجة اسمها الظروف. فلا الشخص اللي انت هتشجعه ده هياخد رزقك، ولا لو حد شجعك انت هتاخد رزقه. لا، كل واحد فينا رزقه مكتوب عند ربنا، بس جبران الخاطر ده على فكرة انت بتاخد بيه حسنات كبيرة قوي، بالذات لو اللي قدامك كان محتاج لده. فتعالوا نرجع المعنى الحلو اللي هو انا متأكدة ان هو موجود عندنا كلنا.
بس برضو ممكن يكون تاه شوية عند البعض في زحمة الحياة. بس تعالوا نرجعه تاني ونهايلايت عليه عشان يرجع. لما انا هقف معاك واتكلم كلمة حلوة في حقك في الشغل، او اشوف مجهود انت عملته واتكلم عنه، ووصل المجهود اللي انت عملته، فدي حاجة كبيرة قوي، ده دعم برضو. يعني لا، انا شفت حد من زمايلي بيعمل حاجة حلوة فانا مش هجيب سيرتها لحسن ده ياخد مني اللقطة. اوعى تعمل كده، لانه انت لما توصل تعب ومجهود حد، ربنا جعلك سبب توصل بيه صورة عن حد كويسة هتساعده بيها. ساعتها البني ادم ده لما ربنا هيكرمه في حاجة، سواء في نفس شغلكوا او في حاجة تانية هو تمناها ووصل لها، عمره ما هينسى وقفتك جنبه. فما تستناش دايما برضو، يعني ملحوظة مهمة، انك لما تشجعه لا انا مستني منه حاجة، لا، انت بتعمل ده علشان اخلاقك انت، وعلشان انت انسان عندك من الانسانية قدر كافي ليك، وبالتالي ما بتأذيش اللي حواليك. الانسان السوي ما بيأذيش اللي حواليه، بالعكس، طالما انت سوي وواثق في نفسك وفي قدراتك، انقل دايما الشطارة اللي بتشوفها للأماكن الصح اللي تقدر من خلالها لو في ايدك تساعدهم ساعدهم. سقف لزميلك او لزميلتك اللي بتعمل حاجة تتعب فيها، ممكن تكون مش مهمة عندك انت. يا جماعة مش شرط كلنا نشوف اللي بيتعمل ده لينا كلنا مهم. هو ممكن يكون شغال على بروجكت، شغال على حاجة بتاعته هو شايفها حلوة، انت مش مقتنع بيها، بس هو بيحبها، هو بيعافر فيها، هو عايز من الحاجة دي انه يثبت نفسه ويشتغل على نفسه يبقى احسن وافضل. سقف له، قول له برافو، قول له ربنا يعينك ويقويك، انت والله شاطر انك تقدر تعمل الحاجات دي، احنا في ظهرك. الكلمة دي بتفرق، احنا معاك، احنا واثقين ان انت شاطر وتقدر تعمل اكتر من العادي. حاجات كتير بتتقال مش مستاهلة خالص ان احنا نقعد نخاف على رزق بعض. فعلا يعني طريقك ممكن يبقى غير طريقه خالص فيما بعد. حتى لو ما جمعكوش شغل، ممكن يجمعكوا حياة اجتماعية تبقى قايمة على الأصل الطيب والمعروف. فخلوا دايما المعروف كمان بيحكم علاقتنا، سواء الاجتماعية أو في البيزنس. خلينا دايما نسقف لبعض ونشجع بعض ونقف في ظهر بعض ونساعد بعض. هتلاقي اللي يقف في ظهرك، هتلاقي ربنا قبل أي حد واقف في ظهرك، لأن الحاجات دي بتترد أضعاف. عارف انت الدعوة اللي بتقول يا رب ارزقني من حيث لا أحتسب؟ الخير اللي انت بتعمله وانت مش واخد بالك انك عملته، اللي زي كده، ده بعد كده بيتردلك من حتة ايه؟ من حيث لا تحتسب. ربنا بيبقى فاكر الحاجات البسيطة اللي انت عملتها، ممكن تكون ما بقتش فاكرها اصلا. ايه ده، هو انا بجد عملت كده؟ انت عملت كده وكنت كويس مع الناس. فربنا لما فتح لك باب رزق فتح لك ابواب، مش باب واحد، من حيث لا تحتسب. فخلينا دايما عشان ندعي ربنا نقول له يا رب ارزقنا من حيث لا نحتسب، هجيلك تبقى انت تستحقها عشان انت كويس. مش هقولك عشان انت بتعمل حاجة لحد فعايز قصادها، عشان انت كويس. خلينا نزود الحتة الكويسة اللي عندنا، خلينا نزود الخير. شجع تتشجع، اسند تتسند، حتى لو ما تسندتش من البشر هتتسند من رب البشر. شكرا لكم جدا، كنت معاكم ندى الشربيني وحلقة جديدة من نيوترن. استنونا قريب بإذن الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.